سيب يا ابني اللي في ايدك وتعالى معايا عشان افرجك على اكتر 20 لقطة مضحكة لنجوم الكورة في مصر والوطن العربي. خليك معايا وانا هروق عليك. نلتقي بعد الفاصل. اول لقطة معايا لسيادة اللواء عمرو زكي اما جه يحتفل بعد ما ابو تريكة جاب الجون في منتخب مصر. شوف كده. هدف جميل جدا جدا من تمريره. هنشوف التعوير اهو، نشوف اهو. واحد من الاحتياطي باين. شوف الحظ، بص على ادي ابو تريكه وبيجي له عمرو بكل حب، والراجل طالع. مين بقى اللي طالع من البدلاء ده؟ اللي نزله انا ما اعرفش. تاني لقطة معايا لنجم النجوم شادي بيه محمد، اما المذيع بيسأله بتحب مين بعد النادي الاهلي؟ قال له بحب ربنا. حبك دايما بعد الاهلي مين؟ بعد الاهلي ربنا سبحانه وتعالى. امتى يا جون هتجيب جون؟ ده كان كلام الكابتن مجدي عبد الغني. اتفرج كده وشوف البساط اللي بتضرب. ادي واحده حلوه قوي، ويا جون انطوي يا خرابي. امتى يا جون هتجيب جون على راي الصعايده؟ سعد سمير بصراحه له مواقف كتير، بس اكتر لقطه بتضحكني اما كان جاي هيمشي من النادي الاهلي وكل النجوم هو عايز يعمل لحظه دراميه، فكل الناس كانت بتضحك. طبعا احمد حسام ميدو مواقفه كتير قوي، ولكن اكتر حاجه بشوفها بتضحكني لاحمد حسام ميدو الاعلان اللي اتعمل في 2018 كان شكله يفطس بالضحك. وعايز اهديه هديه تذكره لروسا ان هو بدل ما هو قاعد في البيت يجي يتفرج عليا. جت في قلب التلفزيون ده. اكتر لقطه بتضحكني لمحمد بركات اما كان بيمد ايده لابو تريكه عشان ابو تريكه يبوس ايده. على الهدف ثنائي خطير. لا ده عادي. بركات وابو تريكه. لا ده عادي عادي. ايه يعني جبت جون في بايرن ميونخ، ايه المشكله؟ عادي. طب انت رحت فين بعد الجون؟ رحت لتريكه. لا رحت لتريكه. انت رحت كده. رحت لتريكه. انا رايح على ابو تريكه يعني عشان اقول له انت اللي جبته. لقيت ابو تريكه بيجري، قلت له انت هتستهبل، ده انا اللي جايب الجون مش احنا بره القايمه عشان كان عندنا انذارات، انا وعاشور كان عندنا كل واحد انذار، فالكابتن حسام كان خايف. طبعا الكابتن طارق يحيى له مجلدات، ولكن اكتر لقطه بتضحكني ليه هي اللي انت هتشوفها دلوقتي. عايز يقول ايه؟ ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك. عصام الحضري له مواقف كتير تضحكك وفي نفس الوقت تضايقك منه، بس اكتر كلام سمعته من عصام الحضري وضحكني اما كان طالع في بودكاست وبيقول ان ابويا كان بيرضعني من الجاموسه دايركت. كان عندي جدي ياخدني يقعدني بين رجله والجاموسه ينزل منها اللبن في بقي دايرك. عفروتو طبعا كوميدي جدا جدا، ولكن اكتر حاجه برضو ضحكتني العفروتو اما كان طالع في غرفه الملابس بتاعت النادي الاهلي مركب حاجات كده في صدره. انت مالك منفوخ علينا كده ليه؟ لسه جاي من الجيم وقلت لك. جبت البضاعه كله امان يا وحش. كلمه سر ايه؟ يوم ورا يوم حبيبي ما جاني نوم. حبيبي انا عمري ما جاني. الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر مش هنقدر نتكلم عليه، ولكن اكتر حاجه ضحكتني لحسام حسن لما جري ورا الراجل بتاع الكاميرا في قلب الملعب. فرقة الحكم، يعني عايزين نعرف ايه اللي بيدور في هذا الاستاد مشاهدينا الكرام. كر وفر بلا داعي. ادي يعني كر وفر بلا داعي. انا مش عارف ومش فاهم ايه اللي بيحصل. عايزين نعرف ايه اللي بيحصل. مش عارف. لا طبعا احمد شوبير مش مشكلتك انت خالص، مش موضوعك انت خالص. انت مال امك انت مالك، انت مال شكلك وانت مال اهلك، انت مالك انت، مش شغلتك انت خالص، مش حدوتك انت خالص، لا شغلك ولا شغل الست والدتك ولا شغل حد خالص. احمد شوبير له حاجات كتير تضحك، بس اكتر لقطه هتضحكك برضه وهتزعلك هي لقطه لما ضرب الكابتن احمد الطيب. في الزوجه والبيت نقول لك زوجتي وابنائي ليه بقى؟ طلبوا. انا طلب. اسكت انت تسمع. انت لو سمحت انت لا اسمع. لما اتكلم على مراتي وولادي هو اسمع. نطلع فاصل يا جماعه. هو اسمع. نطلع فاصل يا جماعه. نطلع فاصل يا جماعه. نطلع فاصل يا جماعه. طبعا رضا عبعال مش هقدر اتكلم، اتفرج واضحك. نجم الزمالك الكابتن اوباما اما كان بيلعب مع الاتحاد السكندري وجات له ضربه جزاء في اخر دقيقه، قام مضيعها، راح ساب الملعب وخلع التيشيرت ومشي. على طول بصوا حضراتكم لو كمل بقى الكاميرا معاه جري على اوضه اللبس اهو، نزل
ده لازم ياخد انذار، ده لازم ياخد انذار، خروج حتى كده. اكتر لقطه مضحكه لاحمد جعفر اللقطه لما جاب جون وكان متضايق من المدير الفني، راح جاي قلع الفانيلا وعايز يغير عافيه بعد ما جاب جون. مما تتخيل حط وش رجله في الكرة زي ما الكتاب بيقول، ولا لوكا مودريتش في زمانه، وساعتها جمهور نادي الزمالك ولا كان طايق احمد جعفر ولا احمد جعفر كان طايقهم، لان ساعتها احمد جعفر كان كل شويه بيضيع فرص وما كانش في مستواه، والجمهور كان بيطالب بفروت جديد غير احمد جعفر، وطبعا الزمالك ساعتها كان واقع. فاحمد جعفر بعد ما سجل الجول العالمي ده حلف طلاق 3 ان هو ما هو مكمل في نادي الزمالك ولازم يطلع يمضي في الوقت ده مع ريال مدريد. عارفين احمد جعفر لو عمل الحركه دي في الوقت ده مع النادي الاهلي كانت وقف، لا كان اتجمد لاخر الموسم، لا كان دفع غرامه، لا كان مشي من النادي اصلا. صلى على حبيبك النبي. كابتن محمد شريف طبعا الناس كلها بتتكلم على الباكورد العالمي اللي هو عمله، اتفرج كده وشوف. الكرة المصرية وهتجيب مصر في المونديال عند محمد شريف. منتج يا باولو، منتج يا باولو. يا باولو قول ماله كابتن حسام، ماله كابتن حسام؟ عمال يشتم فينا، بقول له انت نجم منتخب مصر وما ينفعش تشتم حالي يعني. لا يا باولو يا باولو يا باولو باولو منتج يا باولو منتج يا باولو منتج يا باولو. خالد الغندور له لقطات كتير ممكن تضحكني، ولكن اكتر لقطه بتضحكني لخالد الغندور اللقطه اللي كان طالع فيها في فيلم الحاسه السابعه. مجرد اوغاد حقيره. محمود الخطيب طبعا انا بالنسبه لي من احسن اللعيبه في تاريخ مصر، ولكن اكتر لقطه بتضحكني ليه لما المذيع كان بيقول الفزلكه والحسوكه والفلسفه زاد عن اللزوم. الخطيب بيحب يتفلسف، اتخذت منه وترقص، وخلى جمال عبد الحميد يترقص كمان، وادي ترقص كمان ربيع ياسين. كل ده كله سببه ايه؟ الفزلكه والحزلكه والفلسفه زياده عن اللزوم والحسوكه. اكتب لي بقى في الكومنتات ايه اكتر لقطه بتضحكك في الكره المصريه. سلام.